متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم مجددا من خلال هذا اللقاء التواصلي والذي نتفاعل معه من خلال اخر الاخبار والمستجدات الرياضيه، وتبقى اهم واكيد التي نتطرق اليها من خلال هذه القناه المتواضعه. حكيم زياش وقصه اكيد انتقاله للنصر السعودي، وفي نفس الوقت هناك مجموعه من الاخبار تداولت حول فشل هذه الصفقه والعديد من الامور، فهي تناقلت من هنا ومن هناك. لذلك فهناك تقرير أكيد سوف نقرأه عليكم متابعينا الكرام، يظهر لنا آخر المستجدات والتي تتعلق بحكيم زياش وحقيقة فشل هذه الصفقة. على العموم متابعينا الكرام، كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني عن تفاصيل جديدة في فشل صفقة انتقال الدولي المغربي حكيم زياش إلى النصر السعودي لكرة القدم رغم الاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي. وأكد المتحدث نفسه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن النصر طالب من النجم المغربي إجراء الفحوصات الطبية في العاصمة الإسبانية مدريد بحضور طبيب النادي. وأضاف القحطاني أن زياش رفض السفر إلى مدريد وأصر على الخضوع للفحوصات الطبية في المغرب لينسحب النصر من الصفقة بعدها. وكان حكيم زياش قد رد باستهزاء على الأخبار التي راجت بخصوص فشله في اجتياز الفحوصات الطبية بسبب معاناته من مشكل على مستوى الركبة. ونشر النجم المغربي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة وهو يخوض إحدى الحصص التدريبية حيث علق عليها مشكل في الركبة صحيح. على العموم متابعينا الكرام، فتبقى هذه آخر الأخبار أكيد والمستجدات التي لها علاقة بهذه الصفقة. أنا شخصيا فهناك عرض من باريس سان جيرمان لحكيم زياش، وأتمنى أن يكون في هذا المكان، ولا أريده أن ينتقل إلى الدوري السعودي بشكل من الأشكال، سواء كان مشكل هنا أو مشكل هناك. فأنا على مستوى الشخصي أحب هذا اللاعب، تألق أكيد مع المنتخب الوطني المغربي وتألق في بعض الأوقات مع نادي تشيلسي، لكن لا أعرف لماذا لم يقوموا بإشراكه كرسمي، وعندما يكون كرسمي أو يدخل كبديل فدائما ما يعطي الإضافة مع النادي الإنجليزي لاعب. فهو يعني أجاب العديد من المشككين حول يعني إمكانيته التقنية والاحترافية من خلال كأس العرب والذي تألق فيها، ونحن نعلم وكل شاهد تقنيات ومهارات حكيم زياش أمام منتخبات عالمية مثل كرواتيا وإسبانيا وبلجيكا وحتى كندا، وأمام منتخب البرتغال أمام كريستيانو رونالدو، وكذلك استمر التألق أمام منتخب فرنسا، وكان أكيد يعني في مستوى من حسن إلى أحسن، وكانت هناك ضغط للمباريات ولكن لن يتأثر، بل العكس فدائما ما يقوم بمجهود كبير وتألق في مونديال العرب، مما يجعلنا أن ننتظر أن الانتقال لفريق كبير لأنه لاعب كبير أمر ليس بالمفاجأة وليس بالصدفة. لكن انتقاله إلى النصر السعودي فلا أعتقد أنه سوف يكون في صالح اللاعب، خصوصا أنه لديه عروض من الميلان أكيد في إيطاليا، ولديه عروض أخرى من الإنجليز، وفي نفس الوقت لديه عرض من فرنسا، والحديث هنا عن باريس سان جيرمان. فأتمنى منه أن يلتحق الفريق الفرنسي. فكما يعلم الجميع ففي فترة الانتقالات الشتوية فكان اللاعب مرشح وبقوة لأن يأتي إلى باريس سان جيرمان، وتم ذلك وتم الموافقة وتم مجموعة من الأمور التي تمت بشكل جيد، لكن تأخر الأوراق من فريق تشيلسي الإنجليزي في عدم إرسالها في الوقت المحدد للانتقالات الشتوية مما ألغى الصفقة، وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام على تصرفات هذا النادي الإنجليزي. لكن على العموم هذا أصبح من الماضي، والآن نتحدث عن الحاضر، والحاضر يقول أن حكيم زياش في صحة جيدة، حكيم زياش أكيد يتمرن هنا في المغرب، حكيم زياش أكيد يتألق مع المنتخب الوطني المغربي، وحكيم زياش بإذن الله سوف يتعاقد مع فريق كبير، وأعتقد سوف يكون فرنسي، وأكيد الحديث عن باريس سان جيرمان رفقة أكيد أشرف حكيمي ومبابي والعديد من النجوم في العالم الذين يلعبون لهذا الفريق أكيد، خصوصا مع تعاقده مع المدرب الإسباني
الوطني الجديد، والذي أكيد فهو خسر أمام المغرب وشاهد إمكانيات حكيم زياش. فأعتقد أنه سوف يصر على انتداب هذا اللاعب. في نفس الوقت فهناك أشرف حكيمي في نفس الفريق والعديد من النجوم في العالم الذين سوف يلعبون رفقة هذا اللاعب وفي نفس الوقت لأشرف حكيمي. كل ما نتمناه متابعينا الكرام أن يظل حكيم زياش ضمن الفرق العالمية والتي تنافس على دوري أبطال أوروبا، لأنه يستحق ذلك. وما زال هناك العديد من الألقاب تنتظر هذا اللاعب، والألقاب الأوروبية أتحدث وخصوصا الألقاب مع المنتخب الوطني المغربي، وتبقى في بدايتها على المستوى القريب وهو الفوز بكأس أفريقيا أكيد في الموسم المقبل أكيد، والحديث هنا عن الكوت ديفوار 2024. فإلى هنا ينتهي هذا اللقاء وهذا التواصل. كانت هذه فقط إطلالة قصيرة وخبر أكيد قصير حول نجم كبير من خلال هذه القناة. دمتم في رعاية الله متابعينا الكرام.